وبركاته. انا حبيبه خالد. فيديو النهارده هنتكلم عن ماتش اهلي وسموحه اللي انتهى بنتيجه 3-1، واللي شفنا تألق لكهربا بعد عوده من تقريبا 500 او حاجه يوم. عودة رائعة جدا، اسيستين وهدف، دي حاجة حلوة جدا وبنسعد. وانا يعني فرحت الكهربا لما ادى، وكان ماتش بقى فولت عالي قوي في المباراة دي بالذات، وكده الاهلي بيوصل لنهائي الكاس. هتكلم الاول عن سموحة اللي انا ممكن الخص لك اداؤه كله في كلمتين: ما وصلش الملعب. سموحة ما خرجش من الاسكندرية بجد الا الاداء ده، ولا كأن سموحة كان موجود. حسام حسن بيشوط ضربة جزاء كأن جون بالظبط. احصائيا هو ما جاش، عشان احصائيا اللي جوان ضربات الجزاء لا تحتسب في رصيد اللاعب. وطبعا بنجامين بواتينج، كل الناس دي، هاني سليمان اللي بجد ما كنتش بحس ان هو لما الكرة بتجيله كده بيحصل له ايرور، اللي هو هيمسكها ولا يعمل ايه. الجونين كانوا بغلطة منه، بتخبط في ايده وتدخل، دي غلطات حارس مبتدئ. فبجد او 3 اهداف، يعني حسب ما انا متذكره هما كانوا هدفين اللي كانوا غلطه منه. الهدفين بصراحه كانوا حلوين جدا. بصراحه الاهلي كان هو المسيطر على رتم المباراه. يعني انا دلوقتي انا كمحلله رياضيه اقول لك ان الاهلي اول ما هيروح يلعب الزمالك لا هو هيكسب بسكور. الاداء ده بالمقارنه بالاداء ده وده، خلاص المباراه على الابواب يوم السبت الجاي. يعني مفيش هزار، مفيش كلام، مفيش اي توقعات ممكن تبقى غلط او صح. انت هنستنى يوم المباراه اللي كلنا متوقعين ان الزمالك هيخسر. ممكن الزمالك يفاجئنا باداء والاهلي يفاجئنا باداء سيء، ونتمنى نشوف مباراه نديه جدا بالاثنين، بعيدا بقى عن مباراه الاهلي والزمالك اللي لسه ما جاتش. لازم نقول كده ان كهربا كان بيشتغل على نفسه لمده 1.5 سنة او اكتر عشان يرجع بالفورمه دي. وبجد كهربا كان يستحق ان هو يشارك كاساسي، وانا شايفه ان هو يستحق انه يشارك كاساسي في ماتش الزمالك. لاعب حلو جدا، بدا يلعب بقى اللعب الجماعي عكس ما كنا بنشوفه في الزمالك، اللي هو يرقص شويه ويعمل شويه. لا هو خلاص الكره تجيله ويباصي، فهم يعني ايه كوره. ودي من الصعب قوي ان شفنا ان كان من الصعب في كهربا يفهمها، لا هو فهمها وقدر يفك شفرتها، واللي خلته في اول ماتش ليه بعد غياب 2 او اقل تبتسم ليه ويخليه يعمل 2 اسيست من احسن 2 اسيست في طول الكاس ده، وهدف اكثر من رائع. مبروك لكهربا اللي كان عامل مباراه حلوه جدا. اما حمدي فتحي واليو ديانج والسوليه، نص الملعب اللي كان مسيطر على محور المباراه كلها، كان يمسك سموحه شويه الكوره وبعديها يقطعها. شايفه ان هما ال3 كانوا في اروق حاله وكانوا مبسوطين جدا المباراه. شفت ان اللعيبه كلها الاهلي اللي هو بقوش يتعاونوا على الكوره، لا هم شايفين الكوره هي الكوره مش تحتينا، هي فوقينا. بدأوا يلعبوا لعب حلو الا حسين الشحات. يعني لسه عند رأيي ان هو داروين نزل اهلي لسه ما تحسنش، لازم يتحسن قبل مباراة القمة، لاني شايفه بجد ان هو لو في مباراة القمة لعب نفس الاداء شايف ان هو يستحق يمشي. كولر قال له لو رقصت مرتين في ال18 انت مش هتشارك تاني كاساسي، فهو خلاص قال بدل ما انا هرقص في 18 هو رفض ان ارقص بره ال18. بجد لو شفت الكوره كده في الشوط الاول هاني عمال يشاور له بصيها لي، كان ناقص ان هو بجد يروح جنب وشه كده يقول له بصيها لي، لكن لا هو ما شافش غير كده ان هو يرقص. لازم حسين الشحات يفوق. هاني بجد كانه بالظبط مش لاعب عنده اكتر من 30 سنه، لا ده كانه لاعب ناشئ لسه في الاهلي 19 سنه، بيبذل مجهود رائع جدا. الشناوي اللي بيتصدر لبعض من الكور اللي كانت خطيره. ياسر ابراهيم ومتولي الاثنين كانوا عاملين مباراه حلوه جدا دفاعيه. وبنشوف ان عبد المنعم بيعود. بجد الاهلي كله على بعضه كان بطل المباراه، واظن ان هي هتبقى مباراه رائعه جدا بين الاهلي وبيراميدز اللي احنا هنشوفها باذن الله ان هي هتبقى من احسن مباريات الموسم. بالتوفيق للاهلي وتوفيق للزمالك الماتش الجاي، لكن انا شايفه ان الاهلي بدا يفوق مع مارسيل كولر ده مدرب عبقري. انا كاول مره اتكلمت عن مارسيل كولر قلت لكم ده مدرب مش هينجح، لا هو نجح وهيستمر وهيستعمل نجاحات. تخيل اول مباراه الزمالك مش هيتعادل مثلا او يخش في ضربات جزاء، لا هو خلص المباراه وكسب بالسوبر. فده مدرب فاهم وقدر يتحكم في كل المدربين اللي قدامه، يحدد طريقه لعبهم، يقفل عليهم اوراقهم، فده مدرب مش سهل. بس كده قابلكم فيديو جاي، فيديو ماتش الزمالك والاهلي. وكمان عايز اعلق لكم تعليق بس: مصر كسبت امريكا والحمد لله بتأهل دور ال8. الماتشات الجايه هنلاعب البحرين وبلجيكا والدنمارك، وبالتوفيق باذن الله ونكسب ال3. الدنمارك تظل في طريق مصر بجد كانها عقبه، كان الموضوع متخطط له، لكن باذن الله مصر قدها وقدود يعني تعالج اخطائها وتقدر تكسب الدنمارك.
بس كده، الكوفيد جاي.